صباح الأجواء الجميلة من اسكندرية عاصمة الفن والجمال. أول حاجة ممكن نبدأ بيها يومنا فنجان قهوة من عند البن البرازيلي، علامة من علامات اسكندرية. احنا في فرع محطة الرمل اللي جنب الغرفة التجارية، تحس كده إن أنت داخل متحف مش كوفي شوب. واحنا ماشيين لقينا عم بهيج، قلنا ننزل ناخد منه سندوتشين نفطر بيهم. الصراحة الأكل جميل وطعمه حلو، والناس في الفرع كانت محترمة ويستاهلوا كل خير. طلعنا لفينا شوية والأجواء كانت مغيمة، بس الأجواء جميلة جدا وده جو اسكندرية اللي الواحد بيحبه. طلعنا على حسن، أحسن واحد بيعمل عصاير في اسكندرية، وطبعا هشرب مشروبي المفضل اللي هو جرجير باللبن. وترجع البيت تلاقيهم طالبين لك أحلى فطير من عند دهب. أهلك عالمين بحالك إن الأكل ده مش موجود بره مصر، فبيعيشوك اليومين اللي أنت نازلهم أجازة. أجواء اسكندرية بقى بالليل مش هتلاقيها في أي مكان تاني، أجواء عالمية. البلد دي تتحب كلها كده على بعض بدوشتها، كلاكسات العربيات. هي بلد جميلة جميلة. اسكندرية بقى بالليل روقان. اللي هنا دي زبالة من المراكب، كوباية الشاي الجميلة وأحلى قعدة كده منك للمية على طول. علامة من علامات اسكندرية الشيخ وفيق، أحلى رز بلبن في اسكندرية. رز بلبن بالكريمة من عند الشيخ وفيق. تنزل مصر يا باشا لو 70 كيلو ترجع 150 كيلو.